واخيرا بقى خلصنا امتحانات وهنعمل اللي احنا عايزينه ونشبرقها. الو يا اسطى. قالوا يا اسطى ايه، مش هتروح الساحل معانا انا واصحابك كلهم؟ كل واحد معاه 10000 جنيه وهيروح الساحل، انت هات 4000 جنيه وتعالى بس. طب ماشي يا اسطى، انا هروح اقول لابويا كده واشوف اموري كده. ماشي بقى، سلام يا اسطى بقى علشان نجهز الحاجات اللي هنروح بيها. ماشي سلام. ايه يا حاج، انا كنت عايز بس اروح الساحل مع اصحابي، عايز 4000 جنيه بس. 4000 عفريت لما يركبوك، احنا لاقيين ناكل. اشمعنى اصحابي؟ ما تبصش لغيرك يا ابني. لما اتصل بصاحبي بقى اشوف عمل ايه. قال يا اسطى، تعمل ايه يا اسطى في الاجازه يا اسطى؟ انا يا اسطى في البحر يا اسطى بعوم يا اسطى. وانا يا اسطى كمان بعوم في البحر يا اسطى. سلام بقى. يا بختي الواد شكله في المصيف وبهايص في الساحل الشمالي. يا بختي يا ابن الايه ده حظه. ده ابو مليونير ده ولا ايه؟ ولا لقيت لك حته شغلانه زي الفل. شغلانتي يا حاج؟ تشتغل نجار مع عمك محمد اللي تحت. نجار؟ شكرا يا حاج، انا بدي ارتاح في الاجازه يا حاج. يا ابني شغلانه نظيفه ومنها تتعلم صنعه حلوه تفيدك. شكرا يا حاج، انا هروح اذاكر للسنه الجديده. ايه الادب اللي نزل عليك مره واحده دوت يا ابني؟ من دلوقتي بقى يا حاج.